عليكم في مطبخ نجمو. اليوم راح نقدم لكم وصفة قلب اللوز او كما تعرف في المناطق الاخرى الهريسة. اليوم الهريسة تاعنا حتكون محشية. اليكم المقادير. عندي 6 كيلات سميد خشين، 3 كيلات سكر، نحتاج الى كاس مزهر، رشة فانيلا، رشة ملح، نص كاس زيت، كاس لبن. اول حاجة واش راح ندير؟ راح ندير الشربات تاعي خطر ما نحتاجها تكون شوية دافية ما تكونش سخونة، ونبدا نخدم في الهريسة تاعي. راح نحتاج الى 3 كيسان ماء. انا خيرت الكاس هذا اللي راح نكيل به، وانتوما تقدروا تخيروا الكيس اللي بغيتو، تقدروا تضاعفوا الكميه او تقسموها على 2 على حساب حجم البلاطو تاعكم اللي راح ديروا فيه. عندي الشربات تاعي واش نحتاج الى كاس ونص سكر، و3 كيسان ماء. نقدر ندير لي طرونش تاع القارص في الشربات تاعي، كل اخت على حساب الذوق تاعها. نحطو الشربات تاعنا حتى تغلي، حتى السكر يذوب خلاص، واحد 10 دقائق او 15 دقيقه. نروحو دركا نبداو نخدمو. عندي 6 كيلات من السميد تاعي، درت كميه صغيره كما قلت لكم من قبل على حساب حجم البلاطو تاعي اللي حندير فيه. وعندي 3 كيسان سكر، رشه ملح، ندخل المليح، السكر تاعي في الدقيق. نحتاج الى كاس مزهر، نص كاس زيت، وكاس لبن. نقدروا نستبدلوا اللبن بحليب رايب او ياغورت طبيعي او حليب. دركا انايا لحت مزهر والزيت واللبن تاعي في بول وحدهم ونخلطهم مليح، ومن بعد نلوحهم على السميد تاعي. ونخلط، راح نخلط براس اصابعي برك، مانيش راح نخلطها بزاف. وصفة سهلة، نتمنى تجربوها. مش حتدي بزاف من وقتكم. ندخل اللبن ومزهر والزيت مليح، السميد تاعي، الخليط تاعي
تاعي هو كي واجد. سمحوا لي نسيت ما درتش رشة الفانيلا. دركا راح نجيب الحشو تاعي، كل وحده واش تبغي دير على حساب كل وحده والمقدور تاعها. تقدروا ديروا لوز، تقدروا ديروا كاوكاو. انا دركا عندي كاوكاو راح نحشي به قلب اللوز تاعي. ناخذ كميه من الخليط تاعي. ثم هذيك لا كونتيتي اللي عندي راح نقسمها على زوج، ونحطها في البلاطو. نحطها كيما هكا، ما نلظش عليها. نحكم الكاوكاو تاعي بلا ما نزيدلو حتى حاجه، لا ما زهر حتى حاجه، نذريه حتى هو من فوق. هكا دركا نحكم ندير لها كاكاو، نذر عليها الكاكاو من فوق. انا هنا استعملت كاكاو نوار باش يبان في النص باللي راهو الهريسه تاعنا هي كي محشيه، تعطيني طبقه سوداء في النص. هكا ونكمل الكميه نتاعي تاع الخليط. نحكمها هكا من تحت على ظهرها، ونسقم بها من فوق باش تجيني طبقه ملساء. ما نلظوش هاك غير بالعقل، ما نلظوش. نسقم هكا، نسقم منها هكا على الاحراف باش ما يقعدوش واقفين. ناخذ سكين
نطراسي به برك ما نقسمش منها لتحت، نطراسي برك الاحراف تاعي. انا هنا كي عاد استعملت في الحشو تاعي الداخل استعملت الكاوكاو، راح نكمل نزينها ولا كيما نقولوا حنا نرشقها بالكاوكاو. واللي استعملت اللوز ارشقها باللوز. وصفة سهلة ومليحة بزاف خاصة في شهر رمضان. احسن من اللي نشريوها. هاي كي الهريسة تاعنا واجدة طابت، قلت لكم غير تحمار منا للجوانب نشعلو عليها من فوق. عندي الشربات تاعي اللي خدمتها قبيل، ها هي كي دافيه، قلت لكم ما تكونش سخونه بزاف، دافيه. راح نزيد لها كاس ماء زهر نفس الكاس اللي كيلت به. نخلط ونشرب قلب اللوز تاعي. ونخليها تشرب. بعد ما تشرب راح نعطيكم طريقة التقديم. قلب اللوز تاعنا محشية لداخل كما راكم تشوفوا. نزيد نعطيكم نوضح لكم اكثر. الشكل تاعها نتوما خليوها تشرب لكم تبات. انا كي عادني نعطيلكم تما ما تلوحتليش كيفاش نوجدها من قبل ولا. ها هي كي نتمنى تجربوها رمضان هذا بالصحة والعافية.